الحاجه الحلوه الحبايه اللي بتطلع لي هنا كده كل شويه بحبها. عندي حاجب غير التاني ودايما بحاول ان انا اخليهم يبقوا شبه بعض بس ما بعرفش. عندي حاجات وحشه بس مش في شكلي، وفي شكلي برضو في حاجات يعني. يلا الحمد لله. دراما. اكتر لحظه حسيت فيها في الضعف وانا باصه لنفسي في المرايه. في لحظات كتير على فكره الواحد بيحس فيها بالضعف وهو قدام المرايه، عشان المرايه يعني انت شايف نفسك طول الوقت مش شايف حد تاني. انا مثلا بتنرفز ساعات على نفسي في المرايه بس عمري ما كسرت المرايه. ينفع اكسر المرايه؟ لما ببص لنفسي في المرايه عشان ببقى لوحدي ما بيبقاش في حد تاني جنبي في المرايه فببقى شايفه نفسي بس. كتير كل ده تجميل مش باين، الصرف مش باين يا جماعه، تجميل مقطع بعضه معايا. ساعات تجاعيد تخليني اتضايق وساعات بشوفها حلو. هو غالبا بتبقى ليها علاقه بشخصيه البني ادم. ساعات بيبقى في ناس تجاعيد عليهم حلوه وساعات الوحشين بتبقى التجاعيد بتاعتهم وحشه. شعري القصير اللي عمري ما هطوله عشان ما بحبش الشعر الطويل. المكياج ما بحسش ان هو المكياج ليه علاقه قوي بالشخصيه، بس انا بحب احط مكياج. يعني ما عنديش فكره ايه شخصيات المكياج. لا يعني هو اللي السؤال المربك ده اكيد مش طول الوقت بلحق ان انا احط حاجات في وشي. ساعات كتير بنزل من غير مكياج. احب ابص لك.